انا في الاول قلت 11 برو بلس، الحقيقه مستصعب الفيديو بسبب الاسم 11 برو بلس و12 برو بلس. حوار، اقسم بالله حوار. ده موبايل فئة متوسطة عادي لكن بامكانيات فلاج شيب، الريلمي 12 برو بلس، التحفة الفنية بتاعت ريلمي. الموبايل ده يا جماعة بيقدر يعمل زوم لحد 120 اكس ديجيتال. ايوه الاوبشن اللي موجود حاليا في الاس 24 الترا ده. بجد الموضوع مرعب. عايز اقول لك ان ريلمي فعلا ابدعت في كل حاجة موجودة في الموبايل ده، فاهم؟ من غير كلام كتير كده صلى على النبي وتعالى نشوف ريلمي قالت ايه في الموبايل ده. ودي التحفة الفنية بتاعت ريلمي ومساعدة الشراكة الحقيقية اللي حصلت مع رولكس طبعا، ودي حاجة غير متوقعة تماما لان ده برضه في الاول وفي الاخر موبايل فئة متوسطة. عايز اقول لك ان ريلمي فعلا من الشركات اللي بتهتم جدا بحته الديزاين دي، ودليل على ده طبعا الريلمي 12 برو بلس وال11 برو بلس كمان، الجيل السابق من الموبايل ده. الديزاين هنا فعلا مميز جدا، حرفيا تحفه. ده من اشيك الموبايلات اللي حرفيا ممكن تشوفها في حياتك. الظهر هنا من الجلد نفس فكره الريلمي 11 برو بلس الجيل اللي فات، ولون الموبايل ده ازرق يا معلم. هو ليه اسم تاني بالنسبه للريلمي، مش اسمه ازرق كده عادي، لا اسمه سب مارين بلو تقريبا. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا شايفينه ازرق يا معلم عادي. وفي اكتر من لون منه الحقيقه، افخمهم الصراحه اللون الاحمر ده، اللون ابن لذينه جامد، عجبني جدا الحقيقه. حواف طبعا من المعدن، فريم ذهبي لامع شكله فخم جدا، واكيد ملمسه في الايد افضل من الريلمي 11 برو بلس. موبايل هنا سليم جدا وخفيف في الايد. ريلمي فعلا مبدعه جدا في حته الديزاين دي، واهتمامها من حيث الديزاين واضح جدا، والحقيقه ده اللي دايما شايفينه من ريلمي، يعني مش حاجه جديده، فاهم؟ مش حاجه جديده واول مره نتفاجئ بديزاين بالشكل ده. المهم الموبايل هنا بيدعم شهاده معتمده اي بي 65 عكس الريلمي 11 برو بلس اللي ما كانش فيه معيار امان تماما، ودي اكيد كانت كارثه. قالوا انا مشتري موبايل سعره 15000 جنيه وحاليا خلي بالك سعره رفع بطريقه غبيه جدا، صارف بمعنى اصح، لكن الموبايل مش متامن. فزي ما قلت لك دي حاجه بالنسبه لي ما كنتش متقبلها تماما، فالاوبشن ده اتضاف هنا في ال 12 برو بلس. معيار مهم جدا اكيد، ولكن الدنيا مش هتكون امان بنسبه كبيره، بمعنى ان شويه مطر مثلا جت على الموبايل وانت بتتعامل معاه الدنيا هتبقى تمام وامان معاك ما تقلقش، لكن فكره انك تحط الموبايل ده في الميه والكلام ده اكيد هتزعل، واكيد ما انصحكش انك تعمل كده. طيب بالنسبه للشاشه بقى، بدايه كده ما حصلش فيها اي ابجريد بالنسبه لل 11 برو بلس. الشاشه هنا طبعا كيرف مع بيزلز صغيره جدا وفي مستوى واحد، وده طبعا بالنسبه للديزاين. لو هنتكلم عن اداء الشاشه بقى، فبدايه كده الشاشه هنا اموليد بفريش ريت 120 هرتز، مستوى استوى بيوصل ل 950 نتس، اللي كنت متوقع ان يحصل ابجريد في الحته دي او يعلى بعدد النتس شويه، ما حصلش كده للاسف، نفس عدد النتس الموجود في ال 11 برو بلس، ودي حاجه اكيد محبطه جدا لانها اقل من المنافسين، فاهم؟ انا كنت مستني فعلا ابجريد في الحته دي، لان انت ببساطه يعني عايز اقول لك على حاجه، اللي هو انت فاهم انت بتتعامل مع الموبايل تحت الشمس بالشكل ده، وانت اتمنى الصراحه ان هو يجي بعدد نتس اعلى من كده، على الاقل يكون في وسط المنافسين قادر ينافس في الحته دي. ستيل الشاشه هنا ممتازه، تاخد منها تجربه كويسه جدا، حس الالوان فعلا الشاشه هنا ممتازه بفريش ريت عالي 120 هرتز، الدنيا هتبقى سموز معاك جدا في السكرولينج. اوفر اول الشاشه هنا فعلا ممتازه جدا ومش هتواجه معاها اي مشكله، بعيدا طبعا عن مستوى السطوع. تعالوا بقى نتكلم عن سيستم الكاميرات المحترم اللي موجود هنا. 50 ميجا بكسل كاميرا اساسيه بفتحه عدسه اف 1.8 بدعم المثبت البصري الاو اي اس بسنسور من سوني، وده اول شيء فعلا مبهر في الموضوع. وكاميرا ثانيه بيرسكوب 64 ميجا بكسل بتوصل ل 120 اكس فتحه عدسه اف 2.8 بدعم المثبت البصري الاو اي اس اللي وظيفتها ببساطه الزوم وبورتريه لحد 3 اكس. كاميرا ثالثه 8 ميجا بكسل وايد بالاضافه للسيلف طبعا ال 32 ميجا بكسل. خليني اقول لك ليه الاول انا بدات بالكاميرات رغم ان انا بسيب حته الكاميرات دي في اخر الفيديو دايما، علشان ببساطه الموضوع فعلا مرعب. متحمس جدا ان انا اتكلم عن اداء الكاميرات هنا. ريلمي فعلا ابدعت في الموبايل ده من حيث الكاميرات، اتجهت فعلا لمسار مميز جدا في الحته دي. الابجريدز مقارنه بالجيل السابق ملحوظ جدا وبفرق رهيب فعلا. ال 11 برو بلس ما كانش افضل موبايل من حيث الكاميرات في الفئه المتوسطه، فال 12 برو بلس هنا نزل قفل اللعبه حرفيا، حصل ابجريدز في كل العدسات. احيانا ما كنتش متوقع من كاميرا 50 ميجا بكسل تطلع نتائج مبهره بالشكل ده، طلع صور بكواليتي عالي فعلا وكميه تفاصيل وديناميك رينج، معالجه الصوره فعلا كويسه جدا. سيستم الكاميرات هنا حرفيا تنافس موبايلات فلاج شيب، تصوير بورتريه احترافي باكتر من وضعيه لحد 3 اكس فضل كاميرا البيروسكوب طبعا، اكيد اقوى وافضل من ال 2 اكس اللي كنت بتاخده من الريلمي 11 برو بلس. خلينا اتكلم معاك في الشيء اللي اتضاف جديد هنا في موبايل فئه متوسطه عادي. المبهر ان ده اول موبايل فئه متوسطه يجي بعدسه بيروسكوب حقيقيه 64 ميجا بكسل بتعمل زوم لحد 120 اكس ديجيتال. الفيتشر او الاوبشن ده موجود بس في موبايلات فلاج شيب، موجود بس في الاس 24 الترا، الاوبشن من الاوبشنز اللي بتميز الاس 23 الترا والاس 24 الترا، ففكره ان الاوبشن ده يتضاف عادي في موبايل فئه متوسطه ده فعلا شيء خرافي. اكيد لو قارنت الموضوع هتلاقي ان سامسونج ستيل متفوقه في الحته دي، وده ليه سبب اكيد وهو الفرق السعري اللي ما بينهم. 12 برو بلس ده موبايل حرفيا بربع او بتلت سعره، فده طبيعي ان يكون في تفاصيل في الصوره اكتر بعد ما تبدا تعمل زوم في الاس 24 الترا، ولكن زي ما قلت لك فكره ان الاوبشن ده يكون في موبايل فئه متوسطه عادي ده فعلا شيء مبهر جدا. وطبعا السيلف اتحسن بشكل كبير من حيث معالجه الالوان، والسكين تونز بقت
افضل. الصوره من الاخر حلوه ويعتمد عليها جدا، وفي الغالب مش هتحتاج لايديت كتير. اخيرا هتقدر تصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه او فول اتش دي على 60 فريم في الثانيه. السيلفي فول اتش دي بس ما فيش اوبشن 4K هنا. كنت اتمنى الصراحه ان السيلفي هنا تصور لحد 4K عادي، فده اكيد هنعتبره عيب. طيب بالنسبه للمعالج اللي موجود في الموبايل ده، هو السناب دراجون 7 اس جين 2، نفس اداء المعالج اللي سناب دراجون 778، نفس اداء او يتقارن بالدايمنست 7050 اللي هو موجود في الريلمي 11 برو بلس بالفعل، مع شويه اختلافات اكيد في الجيل الجديد هنا. من حيث توفير البطاريه اكيد ال 7 اس جين 2 هيكون موفر اكتر لان جايب معماريه تصنيع 4 نجم، كمان اعلى في الجي بي يو وفي السي بي يو، ولكن زي ما قلت لك الفروقات مش كبيره ما بينهم. مش معنى كلامي ده ان الريلمي 11 برو بلس اداؤه مش كويس، لا طبعا الريلمي 11 برو بلس كان ستيل اداؤه كويس جدا، كل حاجه فعلا ناعمه معاك، مفيش لاج انيميشن ممكن يواجهك او تقطيع او اي حاجه ممكن تضايقك بشكل عام، وده اللي هتشوفه برده من وحش ريلمي 12 برو بلس. نقطه بس اخيره كنت عايز اوضحها، معلش انا اسف، ان المعالج ده مش المعالج اللي موجود في البوكو اف 5. البوكو اف 5 في ال 7 بلس، ولكن ال 12 برو بلس هنا ال 7 اس. في اختلاف مسميات، ومن حيث الاداء برده الاداء مختلف، فعلشان ما تتوهش مني الاداء هنا ممتاز وهتاخد فعلا تجربه مثاليه. والذاكره الداخليه هنا من نوع يو اف اس 2.2، ذاكره سريعه جدا مع ال 120 هرتز طبعا، فمش هيواجهك اي مشكله وانت بتتعامل مع الموبايل. الريلمي 12 برو بلس شغال على واجهه ريلمي اليو اي 5 مع اندرويد 14. الموبايل ده نازل منه 3 نسخ، بيبدا من 128 جيجا مع 8 جيجا رام، 256 مع 8 جيجا رام، و12 جيجا رام مع 256 جيجا. موجود منه نسخه ال 512 مع ال 12 جيجا رام، ودي النسخه اللي موجوده بالفعل في مصر. طبعا حته الابهار انا عايز اقول لك ان احنا لسه ما خلصناش منها، لان انت ببساطه هتقدر تزود لحد 12 جيجا رام من السوفت وير من الرام بلس، وهيبقى التوتال معاك 24 جيجا رام، ده لو هتشتري نسخه ال 12 جيجا رام طبعا. بالنسبه للجرافيك بيرفورمانس، ببجي موبايل هتشتغل معاك على سموز واكستريم، غير داعم لل 90 فريم او ما عندكش اوبشن ال 90 فريم هنا، ولكن التجربه هتكون فعلا كويسه جدا. فانت لو جيمرز او اهتمامك متوجه للجيمرز بشكل كبير، ففي موبايلات في نفس الفئه السعريه دي جايين بمعالجات اقوى من كده، وداعمه كمان لل 90 فريم، وطبعا 90 فريم فتوقع ده مش طبيعي. وبالنسبه للبطاريه، فالبطاريه هنا 5000 ملي امبير، 7 ساعات سكرين اون تايم، بطاريه فعلا عملاقه وهتكمل معاك اليوم مرتاح جدا. واللي هيساعد على توفير البطاريه بالشكل الكبير ده اكيد المعالج، لان زي ما قلت لك المعالج هنا 4 نانو، فهيوفر بشكل اكبر من الريلمي 11 برو بلس، مع سرعه شحن بقوه 67 واط. ايوه فعلا حصل داون جريد هنا. الريلمي 11 برو بلس الجيل اللي فات من الموبايل ده كان جايب 100 واط عادي، لكن ال 12 برو بلس جايب 67 واط بس. المهم المعدل ده على ساعه البطاريه دي هيشحن معاك البطاريه من 0 ل 100% في ساعه الا تلت تقريبا، ومن 0 ل 50% في 19 دقيقه بالظبط. صوت السماعات هنا ستيريو سبيكر، صوت واضح ونقي، هتاخد تجربه فعلا مثاليه ومكمله تجربتك للالعاب بشكل كويس جدا. طبعا ما فيهوش مدخل 3.5 مللي لسماعات الاذن، وده اكيد مش هنعتبره عيب من عيوب الموبايل ده، لان معظم الموبايلات اللي موجوده في الفئه المتوسطه حاليا مش بتدعم الاوبشن ده، فمش هنعتبر الموضوع عيب هنا. المستشعرات هنا طبعا كلها حقيقيه وممتازه بجد، ما فيش اي مشكله ممكن تواجهك في الموضوع ده، وهتقدر تركب شريحتين اتصال فقط. الموبايل هنا مش داعم لكارت ميموري تماما، اوريدي انت مش هتحتاج لكارت ميموري اصلا لان الموبايل جايب مساحات تخزين عاليه. طيب بالنسبه لسعر الموبايل، في الخارج للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر $360، والنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي $385، 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر $410، ودي بالنسبه للنسخ اللي موجوده في الخارج. اما بالنسبه للنسخ اللي هتكون متوفره في مصر هنا، نسخه ال 512 جيجا مع ال 12 جيجا رام، النسخه دي بسعر حوالي 19200 جنيه. الريلمي 12 برو بلس من حيث الكاميرات اقوى وافضل اكيد من الريلمي 11 برو بلس. انا في الاول قلت 11 برو بلس، المهم انت اكيد فاهم. الحقيقه مستصعب الفيديو بسبب الاسم ده، 11 برو بلس و 12 برو بلس، حوار اقسم بالله حوار. المهم ملمس الجلد في ال 12 برو بلس اكيد افضل بعيدا عن الشكل طبعا، لان دي اكيد اذواق. 12 برو بلس ضد الميه بنسبه بسيطه جدا، عكس ال 11 برو بلس اللي مش موجود فيه معيار امان تماما، مش ضد الميه بمعنى اخر. معالج احدث وموفر لاستهلاك البطاريه بشكل اكبر، موبايل فعلا ممتاز. ممكن تشوف طبعا ان حصل داون جريد في حته الشحن، الريلمي 11 كان جايب معدل اقوى من كده 100 واط، عكس ال 12 اللي جايب 67 واط بس، ولكن ريلمي ما زالت محافظه على الموضوع ده، وسرعه الشحن قويه كالعاده. شفتش فعلا اي نوع من انواع التضحيات اللي ممكن تكون موجوده في الموبايل ده، ممكن بس مستوى الطول اللي يكون عندنا كومنت عليها. كنت اتمنى الصراحه انه يجيب عدد نتس اعلى من كده، على الاقل يكون في وسط المنافسين قادر ينافس في الحته دي. لكن الموضوع بالنسبه لي او من وجهه نظري انا اقدر اتخطى عيب، لان في فيتشرز فعلا مبهره جدا تخليني اقدر اتخطى اي عيب بسيط موجود في الموبايل ده. طبعا الموضوع راجع لك انت في الاول وفي الاخر، والسيلفي للاسف اخرها في تصوير الفيديو فول اتش دي بس. كنت اتمنى الصراحه انها تصور لحد 4K عادي، ودي برضه هنعتبرها عيب من عيوب الموبايل. فلو هنشيل من دماغنا اطار العيوب البسيطه اللي موجوده في الموبايل ده، يكون بالنسبه لك الموبايل فعلا ممتاز جدا من حيث كل حاجه. بس كده دي تقريبا كانت كل حاجه محتاج تعرفها عن ال 12 برو بلس. مستني رايك اكيد تحت في الكومنتات، عندك اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، برد على كل الكومنتات اكيد. لو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي. بس كده، سلام.